من المنتظر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اسطنبول والقدس ورام الله مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن كيري سيبحث أثناء زيارته لتركيا عدة قضايا من بينها الحرب في سوريا. كما سيزور كيري القدس ويلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله. أعلنت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بدء المرحلة الثانية من مبادرة أمن الحدود المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتشمل هذه المرحلة تركيب كاميرات ومنظومة رادارات وأجهزة استشعار على طول الحدود الأردنية السورية على امتداد 370 كيلومترا. وجاء بدء المرحلة الثانية بحضور السفير الأمريكي في عمان وقيادات الجيش الأردني، التي أكدت أن الهدف من هذه المنظومة تعزيز الأمن ووقف عمليات التسلل، بالإضافة إلى منع التهريب وحماية اللاجئين السوريين. قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده تأمل في حل الأزمة السورية قريبا. وأكد في مؤتمر صحفي مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن أنقرة ستواصل جهودها لوقف العنف في سوريا. كما تعلمون، للاتحاد الأوروبي موقف من اجتماعات أصدقاء سوريا، وهذا الموقف موقف إيجابي يهدف إلى حل الأزمة السورية بأسرع وقت ممكن. نحن عبرنا للسيدة أشتون عن إصرار تركيا على حل هذه الأزمة وبأسرع وقت ممكن. أعلن مجلس التعليم العالي في الأردن تعليق الدراسة في جامعة مؤتة جنوبي البلاد إلى إشعار آخر عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة. وأكد المجلس على ضرورة إجراء تحقيق موسع واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه. وكانت جامعة مؤتة قد شهدت أحداث شغب واسعة النطاق على خلفية مشاجرة بين الطلاب أدت إلى مقتل طالب وإصابة 6 آخرين. قضت محكمة مصرية بعدم السماح بترحيل ابن عم الزعيم الليبي الراحل أحمد قذاف الدم. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد القذافي تقدم باعتراض على طلب ليبيا ترحيله بعد اعتقاله الشهر الماضي من منزله في القاهرة. وكان قذاف الدم اعتقل مع مسؤولين ليبيين تم تسليمهما بالفعل إلى ليبيا بتهم الفساد ودورهما في الحرب الليبية. قال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل إن الولايات المتحدة ترى خطرا حقيقيا وواضحا من كوريا الشمالية بالنظر إلى قدرتها النووية والصاروخية ولهجتها العدوانية. وأضاف هيجل أن واشنطن ما زالت تأخذ تهديدات بيونغ يانغ على محمل الجد، وأن بلاده تعمل مع الصين ودول أخرى لتهدئة الوضع في شبه الجزيرة الكورية. قتل 44 شخصا بينهم 10 من قوات الأمن الأفغاني في إقليم فراه في أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم إن 9 متشددين لفوا أجسادهم بعبوات ناسفة واقتحموا مجمع الحاكم، حيث كانت تجري محاكمة لمقاتلين من طالبان. نهاية الموجز، عودة إلى مهند وحوار الليلة.